السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مساؤكم مخملي كشغاف قلوبكم، أنبياء الرمل والتجافي، إلى فتيان الله السمر وشيوخه البيض الذين خرجوا من أجسادهم ليسلكوا طريق الدم ومرتقيات الشهادة، وهم يقارعون قوى الظلام والشر في كل شبر من الوطن العربي الكبير. على مسافة موت أحمر وقفوا، وعن وجوه تفشى زهوها كشفوا. هم لونوا الشفق الفضي من دمهم، مذ خبأوا بجيوب الأفق ما نزفوا. هم أولوا قلق الأشجار وابتكروا صحو الرمال، وفيهم آمن السعف. هم علموا آدم الخطاء توبته، وفوق سوءته من توتهم خصفوا. وكان جبريل يمشي في حناجرهم، ومثل موسى عليهم تنزل الصحف. هم أنبياء التجافي، عن خنادقهم وليلهم يتجافى النوم والترف. راحوا يلوكون تبغى الموت، باسمة شفاههم وشفاه الموت تنخطف. فألجأوا خيل من غاروا إلى جرف هار، لينهار بالخيالة الجرف. أو حد أن الهواء الرحب غص به بارودهم، أو تكاد الأرض ترتجف. الهادرون ورعب الله يسبق خطوهم، وفي حيث هم يخطون ينقذف. هم المريقون في الغابات سحنتهم، وهم لغابة أرز الله من وصفوا. هم المريقون في الغابات سحنتهم، وهم لغابة أرز الله من وصفوا. في صحة الوطن المهدور كم شربوا نخبا، وليس عليهم في العدا سرف. لا، لن أقدس حرفا لا يمجدهم، وهم حروف رصاص أشقر عزفوا. ما نحن إلا بقايا من تنهدهم، الآن تكتبنا أسماء من حذفوا. شكرا لكم. شكرا أخي الكريم. إن الأنبياء نور الحق يظهرون دوما ما يبطنون، فلا يظهرون النقيض، فهم صرحاء. والقصيدة هذه تتحدث بضمير الجماعة الغائب، وهي ترتبط بهذه أو بهؤلاء أو بهذه الجماعة حد التقديس. تصور الجماعة وتعطيها قيم سامية من مثل عدم الخوف ومجابهة الموت والتماهي مع الطبيعة والنبوة. وتبالغ القصيدة في تبجيل الجماعة. هم علموا آدم الخطاء توبته، وفوق سوءته من توتهم خصفوا. لكن عندما تقول القصيدة في صحة الوطن المهدور كم شربوا نخبا وليس عليهم في العدا سرفوا، فإن القصيدة تنتقل إلى لغة مجالس الشراب، تجمع فيها بين المقدس والمدنس حتى تتشح الصورة بالتدنيس. قصيدة من وجهة نظري تبالغ في مدح هذه الجماعة،
وأظن أنك قد أغفلت مسألة الضعف البشري وقيمة أن تمدح أو أن تصف هؤلاء في حيز بشريتهم وليس في حيز البطولة التي في الأحيان الكثيرة لفظها الشعر العربي المعاصر وعاد النظر فيها وركز على تلك الهوامش الجمالية المغيبة في الشخصية. إن القوة الأسطورية التي تصفها في هذه الجماعة في الأحيان الكثيرة من وجهة نظري تبعث أحيانا على الضحك في المقاييس الشعرية المعاصرة. أخي، تذكر هذه القصيدة بقصيدة عبد الرزاق عبد الواحد: الحمد لله يبقى المجد والشرف، إن العراق أمامي حيثما أقف. أقول كما قال الجواهري: سلام على هضبات العراق العربي. أخي الكريم، لقد أبدعت وأتمنى لك التوفيق. يا شاكر، إنا لسنا ندري من هؤلاء الأنبياء الذين يسكنون الخنادق. لا نعرف أن الأنبياء كانوا يسكنون الخنادق ويثوون في المغارات، فقد التبست الأشياء بالأشياء والأهواء بالأهواء. وتأسيس على ذلك فإن القيم التي تتحدث عنها في هذا النص غامضة، إذ كثيرا ما يكون الخير شرا والشر خيرا، يكون الخير شرا عند طائفة والعكس عند طائفة أخرى. فهل أنت تتحدث حقا عن قيم الخير والجمال المطلقة؟ في النص استحضار للتراث الديني، قصة خروج آدم وحواء من الجنة وجبريل وموسى والصحف، ولكن هل كان الاستثمار لكل ذلك موفقا؟ لقد بالغت فجعلت أصحابك هؤلاء أفضل من آدم وجبريل، وهذا قد لا يكون منك لائقا. على الرغم من سياسية النص، حتى لا أقول شيئا آخر، إلا أن في بعض أبياته نقر لك بذلك شعرية جميلة ودفقا عاطفيا كريما. لعل الجميل منه يشفع في ذلك لغير الجميل، فنحكم بجمالية أطراف من هذا النص الشعري الذي كان محتاجا إلى تجربة أعمق لكي يصنف في الشعرية العربية الرفيعة. شكرا. شاكر، أنت تدرك أنه لولا المقدمة التي وضعتها لهذه القصيدة لكانت برمتها مديحا لأصحاب موجات الدم والعنف في حاضرنا العربي المعاصر. تملك عبارة شعرية رصينة قوية ثاقبة تدهشنا عندما تقول: هم أولوا قلق الأشجار وابتكروا صحو الرمال وفيهم آمن السعف. لكن كل كلمات القصيدة مضمخة بالدم بدلا من عطر الشعر، ونحن نريد للوجدان العربي اليوم أن يتبرأ من هذا الداء العنيف والعنف المضاد له. تتحدث عن رعب الله. أي إله هذا الذي يتجسد فيه الرعب؟ كلنا نعرف أن الله رحمة ومحبة وليس رعبا على الإطلاق. مثلا عندما يقول أمير الشعراء شوقي لتبرير الحرب الضرورية التي قد يشنها المسلم مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام: الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء.
يجبهنا بأن هذا التبرير محدود برائحة الضرورة وينفي شرعية الحرب في الوقت الذي يثبتها كسم، ونحن نريد أن نبرأ من كل السموم. أعرف أن الروح العراقي في هذا العنف، لكن آن له أن يركن إلى السلام، فنحن نريد للعراق أن يكون نخلا مثمرا حضاريا عظيما كما كان دائما. شكرا يا شاكر. شكرا لك شاكر.